مكنت عناصر مكافحة المخدرات بمصلحة الولاية للشرطة القضائية ببني ملال من إلقاء القبض على شخص وفي حوزة كمية مهمة من مخدر الشراء كانت مخبأة بعناية داخل سيارة خفيفة. المشتبه به استخدم هذه المخدرات من الأقاليم الشمالية قصد تصريفها بكل من مدينة بني ملال والمدن الجنوبية. تم إيقاف المعني بالأمر متن سيارة بعد تفتيش دقيق السيارة المذكورة. تم حجز كمية ديال 28 كيلوغرام من المخدر المذكور. بعد التحريات الأولية في الموضوع بينات بأن المعني بالأمر تنحدر من الأقاليم الشمالية وكان في طريقه إلى مدن جنوبية من أجل تصريف هذه المادة المذكورة. البحث والتحريات لا زالت جارية في القضية تحت إشراف النيابة العامة، والشخص الموقوف تم الوضع ديالو تحت الحراسة النظرية. هي إذا مجهودات تندرج في إطار الحملات المكثفة والتمشيط التي تقوم بها عناصر الشرطة القضائية ومختلف المصالح الأمنية بولاية أمن بني منال لمحاربة هذه الآفة وتضييق الخناق على مروجيها ومستهلكي هذه المواد السامة.